بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، اهلا بيكم متابعين قناة بيت القرية المصرية. النهاردة ان شاء الله هقدم الجلاش. هنعمل جلاش محشي بالكريم باتيسير او ببودنج المانجا، لان هي متوفرة حاليا في السوق بطريقتين. اما اني هرصه بالطريقة التقليدية وده هيكون في اول الفيديو، واللي في اخر الفيديو بقى الطريقة الجديدة اللي موجودة في المحلات بتاعة الحلويات. هي انت بتلفيه على شكل دايرة والبودنج بيكون محشي فيها من النص. اول حاجه هعمل البودنج، عباره عن كوبايتين من عصير المانجا، تمام، عليهم كوبايه من السكر. يعني هحط كوبايتين عصير مانجا عليهم كوبايه سكر وكوبايه ميه. هضربهم في الخلاط، بعد كده هحطهم في الحله وهحط لهم معلقه من الزبده، وهحط كيس من آه الكريم كراميل الجاهز، او انك انتي مثلا ممكن تحطي معلقتين من النشا على البارد كله ده، وتاخديه وتجلبيه كويس وتحطيه فين على النار. بعد ما تحطيها على النار تخلي ايدك فيه دايما باستمرار، على طول تشتغلي فيه بالتجليب، سواء كان بسباتولا او بالويسك، براحتك، الحاجه اللي انت تفضليها واللي ترتاحي ليها في الشغل. تمام. اول ما يستوي، وهيوريكم شكله اول ما استوى كده وخلاص هطفي النار عليه، هيبقى بالشكل ده. ده شكله بعد ما استوى. هروح دهناه بالزبدة، او هجيب مكعب من الزبدة هحطه فوقيه وهو سخن، بحيث ان الزبدة تسيح على وش البودنج، تمام، فتعمل لي عازل على من الهواء، تقفل على البودنج من الهواء، ما تخليش البودنج او الكريم باتيسير بتاعك يعمل وش. خلاص. وما تخافيش من قطعة الزبدة دي، قطعة الزبدة دي مش هتعمل اي مشكلة في البودنج بعد كده، بالعكس ده هتخليه ناعم جدا وكريمي خالص. انا جبت الصينية ورصيت فيها الجلاش زي ما بنرصه عادي خالص. بعد كده حطيت عليه طبقة من البودنج. طبقة البودنج اللي انا حطيتها، حطيتها بعد كده الصينية كلها في الفريزر. مسكت الصينية زي ما هي حطيتها في الفريزر علشان البودنج اللي فيها يجمد. خلاص. فلما اجي اقطع الجلاش ما يبقاش شكله غير مهندم او غير مرتب. الخطوة دي مهمة لو انتي هتحشي اي حشوة وبعد كده هتقطعيها بالسكينة وانتي عارفة ان الحشوة دي ناعمة، فممكن تطلع وتتبهدل منك. احسن حاجة ان انتي تحطي الطبقة الاولى وتحطي الصينية في الفريزر. بعد كده لما بتجمد بتطلعيها وبترشي، وتحطي الطبقة التانية بتاعتك ترصي صينيتك عادي خالص. بعد كده قطعتها وهحطها على جنب. هوريكم طريقة في التقطيع، الطريقة التقليدية العادية خالص. يعني انت ممكن تقطعيها بأي شكل تاني، بس هي الطريقة دي حلوة يعني بالنسبة لي. بتبقى قطع صغيرة كده، كل واحد ياخد القطعة بتاعته، وبحاول اسوي الأطراف وانا شغالة. بس يا رب بس الفيديو يكون خفيف عليكم وشكله ده يعني، وتستفيدوا منه بأي معلومة. ده كده شكل الصينية. هبدأ بقى في الشكل التاني. الشكل التاني عبارة عن ايه؟ ان انا هجيب قطعتين من الجلاش، تمام، هدهن بينهم او هرش بينهم الزيت. بعد كده البودنج انا ببقى حطاه في كيس الحلواني، بحط شوية على الطرف وابدا الف. هو كل اللي بيقول لي لفي على خلة السن، على الخلة اللي هي او عواد الشيش طاووق دي اللي احنا بنستعملها للمشاوي. بس بصراحة ما عجبتنيش الفكرة، انا بلف كده على طول. يعني انا شفت اكتر من حد بيلفها بالخلة دي، بس ما عجبتنيش الفكرة. انا بلفها كده على طول، بتقفل الاطراف، وبعد كده تديها رشة بالزيت او بالسمنة زي ما انت ما تحبي براحتك، او بالزبدة، وتحطيها في الصينية. بس تخلي الطرف المكفول من ناحية حافة الصينية علشان تضمني ان ما يحصلش ان هي ما تفتحش او كده. برشة تاني ممكن تعمليها بورقة واحدة او ممكن تعمليها بورقتين. انا عملتها بورقتين علشان تطلع تتحمل لو حطيتها في التلاجة، تبقى محملة كده وتستحمل. خلاص. حطيت البودنج بكرمشها شوية وانا بلفها، بحاول اكشكشها كده. بعد كده بقفل الاطراف على بعض، ولو في اي حتة زيادة بحاول ادخلها او اتنيها معاها، بحيث ان يطلع الشكل مرتب ومهندم. مرة على مرة. اول مرة ممكن تلكلك معاكي شوية، بعد كده هتلاقي ايدك ايه اخدت على الموضوع. بالعكس يعني انت بعد كده هتبقي ايدك سريعة، ممكن تلفي ايه 10 15 صينية يعني. لفة جلاش ممكن تقومي بيهم، هتبقى ايدك سريعة جدا في شغلها. هنا انا دهنتها بالزيت، حطيت ورقة لفة راج من الجلاش، هحط فوقيه الراج التاني وهدهنهم او هديهم رشة بالزيت. بعد كده بحط البودنج، تمام،
بعد كده بلفهم. انا هعمل نوعين، في نوع هعمله محشي بالبودنج كده الطرف بتاعه، وفي نوع هعمله ايه مش محشي، بحيث ان يبقى فيه اختيارات. لان لو حد عنده سكر مثلا او بيتعب من اكل الحلويات ما يبقاش الاكل مسكر جامد عليه يعني. فهعمل جزء كده وجزء محشي، كفايه الحشوه اللي هتتحط في النص بس. ولو الورقه عندك مقطوعه ما تقوليش الهم يعني، وما تجلجيش، هتعرف ازاي تعمليها وايدك هتاخد عليها وهتعرف ازاي تعمليها. هي سهله خالص والطريقه سهله جدا. هنلف بس، هي ايه الفرق في طريقه التقديم يعني، بتعملي تجديد. بصوا بقفلها ازاي، وبرشها ببخاخ الزيت كده رشة خفيفة علشان تبقى لها لمعة لما اجي احطها في الفرن. ده شكلها ده شكلهم لما خلصتهم. دي بقى الصينية التانية اللي انا هعملها من غير ما اعمل الحشوة. بنفس الطريقة بحط الجلاش وبرشه بالزيت. تمام. بعد كده بقعد ايه الفه. تمام. بلفه لف كده، وبعد كده بحاول اسويها كويس وادخل الاطراف من تحت بحيث ان تطلع دايرة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا شكلها جميلة جدا يعني. انت جربيها مرة، في التانية ايدك هتاخد عليها وسهلة. انا اول مرة يعني قلت لا دي سهلة وهتتعامل. لما جيت مسكت الجلاش وكده حسيت ان هي لا بقت صعبة، ايه ده مش عارفة اتحكم فيها، مش عارفة ايه. بس بعد كده لقيتها الحكاية حلوة خالص وسهلة جدا. وبقيت بعمل الجلاش دايما بالطريقتين دول، يا اما اني بحطه عادي يا اما اني بعمله بالطريقة دي. بيبقى شكله احلى واشيك في التقديم. سموا الله كده واذكروا الله وانتوا بتشتغلوا، هتلاقوا الحياة بتخلص معاكم بسهولة وبيسر وبسلاسة. يعني يا رب اكون عرفت افيدكم وعرفت يعني اوصل لكم المعلومة والفكرة اللي انا بشتغل بيها. وما تنسونيش لو وصلتوا للنقطة دي، ما تنسونيش بلايك وباشتراك في القناة وبكلمة حلوة كتشجيع منكم ليا. بارك الله فيكم. دي كانت مقطعة بس احنا برضو ايه ما يهمناش يعني، برضو هنشتغلها. وده كده كان شكلهم لما خلصتهم. دي الصينية السادة والتانية كانت الصينية المحشية. ويلا بينا ناخدهم ونطلع بيهم على الفرن. انا هاخدهم واوديهم الفرن نشوف هنعمل فيهم ايه. لما استوت الصينية التقليدية العادية يعني، رحت عملت لها اللي هي التشريبة اللي احنا بنحطها لها، اللي هي عبارة عن لبن وبيضة ورشة فانيليا وسنة من البيكنج باودر. حطيتها لهم وحطيتها في الفرن تاني علشان ايه تاخد وش. اما دول فدول ايه اللي هم الصواني المحشيين. في حاجات طلعت منهم كده لان الحشوة كانت كتيرة، فمش مشكلة. احنا هنحاول ايه نحسن من شكلهم ونظبطهم. بعد الصينية دي ما استوت خلاص كده هطلعها، هحط عليها الشربات. هي سخنة والشربات بيكون لازم يكون بارد. هرش عليها الشربات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. بسم الله. بصوا اديها تسقية بالشربات هتطلع جميلة جدا. وانا واقفه برضو كنت عامله صينيه مكرونه بالبشاميل اللي هي الصينيه المدوره دي. دي مكرونه بالبشاميل. اما دول فكانوا مين المدورين اللي احنا هنعملهم. تمام. هناخد كل واحده كده ممكن تحطي عليها شربات تاني وهي سخنه، تحطي لها تسقيها بالشربات البارد. بس انا اكتفيت بان حاطه فيها البودنج، والبودنج فيه كميه كبيره من السكر وكريم شانتيه كمان هيبقى فيه سكر. فانا مش عايزة كمية السكر تزيد علشان نراعي لو في حد عندنا في البيت بيتعب من السكر. بلاش يعني، نحاول ان احنا نقلل السكريات، ما يبقى السكر بتاعها معتدل ما يبقاش اوفر يعني. هسمي الله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وده البودنج بصوا انا حاطاه في كيس الحلواني وشغالة بيه. تمام. بملى الحتة اللي في النص. هشيل دلوقتي، احاول اشيل الصواني دي على جنب علشان انتوا عارفين انا بشتغل على نص رخامة الله المستعان. هاخد القطعة دي برضو كمان كله هرصه في الطباق، وبعد كده ايه هوريكم باقي التوزيع ازاي بشتغل عليه. هنا كده انا حطيت البودنج عليهم كلهم. هبدأ بعد كده احط كريم شانتيه عليهم بأي شكل زي ما انت ما تحبي براحتك. يعني عايزة تحطي بالطريقة دي ماشي، عايزة تحطي حتت صغيرة يعني حتة صغيرة من الكريم شانتيه في الزاوية مثلا، يعني نصها تبقى كريمة ونصها التاني تبقى مانجا، قطع المانجا. تمام.
برضو دي نفس النظام. دول ما باجيش ليهم بودنج، فحطيت لهم كريم شانتيه على طول. بعد كده بحط عليهم من فوق قطع المانجا، هيبقى لهم شكل حلو خالص وشكل جمالي، هيبقى شكلهم تحفة. اي حد هيشوفهم هيعجب بيهم جدا. دي كده الدواير اللي احنا عاملينها بالجلاش. الواحد بياخد قطعة زي ما هي كده، وممكن ياخد من اللي هي القطعة اللي احنا مقطعينها الصغيرة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب اكون قدرت افيدكم بمعلومة يعني. ولو ان انا عارفة ان انتوا كلكم ما شاء الله تبارك الله شطار وما شاء الله بتعملوا حاجات احسن مني، وفي التصوير احسن مني 100 مرة. بس انا حبيت اشارك معاكم يومياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.